ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد ووصفه جديده من عمايل ايزي، والصراحه كانت بمساعده اختي كمان. النهارده هعمل لكم بيتزا انا اول مره اعملها. طبعا عملت قبل كده كيكه برضو كانت اول مره اعملها والحمد لله نجحت. هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن بوكس. اول حاجه في مقادير العجينه بتاعتي هو الدقيق ده متخصص للبيتزا. هو اسمه 5 ستارز ب 15 جنيه، هتلاقيه في اي سوبر ماركت. دي متخصص لعجينة البيتزا. تمام. بعد كده معايا معلقة خميرة جافة كبيرة، ومعايا كمان معلقة زعتر كبيرة، ومعايا زيت زيتون. طبعا بتحطيه على العجينة، بحط يجي معلقتين 3، وطبعا ما ننساش رشة ملح ورشة سكر. كل المكونات اللي قلتلكوا دي مكونات العجينة. ندخل على المكونات التانية، وهي مكونات بقى الحشو. انا النهارده هعمل البيتزا بتاعتي بلحمه مفرومه. كانت معصجاها وكانت جاهزه، فقلنا هنعملها بلحمه مفرومه. ومعايا بقى فلفل الوان اخضر واحمر واصفر. ومعايا زي ما تحبي طبعا، لو حابه تحطي صلصه حابه تحطي كاتشب، انا حطيت كاتشب. كان هو المتوفر. وكمان الجبنه برضو على حسب ما تحبي تحطي، حابه تحطي موتزاريلا، حابه تحطي رومي مبشور او شيدر مبشور. انا اخترت اني احط شيدر مبشور. الحاجه المتوفره عندك اعمليها. الحشو ده في النهايه بتلمي الحاجات المتوفره عندك واللي في امكانياتك تحطيها. وطبعا الزيتون. دلوقتي اول خطوه هعملها معاكم وهي هبدا اشتغل في العجينه، وهنكمل مع بعض خطوه بخطوه. هنا يا بنات بدأت في أول خطوة في العجينة. ضفت كل المكونات، حطيت كيلو دقيق، نقصت منه شوية علشان لو العجينة احتاجت فتضيفي تاني. وطبعا أنا عندي تاني، ولكن أنا حطيت كيلو دقيق لحاجات بسيطة جدا. وحطيت معلقة الخميرة الكبيرة، وحطيت معلقة زعتر كبيرة، وحطيت بالظبط 3 معالق من زيت الزيتون، ونص معلقة ملح، وكمان معلقة سكر. تمام. هبدأ بقى أضيف، ده العيار بتاعي، مج مليان مية. هبدأ أضيف المية دي كلها على الدقيق. تمام، زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بقى أخلط المكونات كلها مع بعض، وتستني العجينة لحد ما تتماسك خالص. ولو احتاجت معاكي مية أو دقيق ضيفيلها لحد ما تحسي ان العجينه تماسكت وما بقتش تلزق في ايدك ولا في البوله او الطبق اللي انت بتعجني فيه. تاكدي كده ان العجينه طلعت تمام واتظبطت واتعجنت بشكل كويس. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، هوريكم شكل العجينه بعد ما انتهت من العجن وطلع شكلها النهائي عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين يا بنات، ده شكل العجينة النهائي. اصبحت متماسكة ووصلت للسمك اللي انا محتاجاه لعجينة البيتزا. هي محتاجتش دقيق مني، بس احتاجت مية فضفت لها مية. كمان مش ملزقة في الطبق ولا في ايدي، ده انها نجحت معاكي في العجن. هبدأ بقى دلوقتي اغلفها بورق استرتش. لو انتي مش متوفر عندك ورق استرتش، حطيها في كيس، غطيها بكيس او فوقيه حتة قماشة. يعني ايا كان الحاجة اللي عندك. وهسيبها ترتاح من نص ساعة او ساعة على حسب، وهرجع لكم تاني بعد ما تخمر ونشوفوا شكلها النهائي بقى عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين يا بنات، ده شكل العجينة النهائي، والصراحة طلعت ممتازة وما زال الزعتر باين فيها. دلوقتي بقى هبدأ اكورها واقسمها على الصواني وهوريكم عملتها ازاي. هنا تقسيمتي للصواني، عملت كورتين كبار ودول هعمل يوم صينيتين كبار، وباقي العجينه الصغيره، الكور الصغيره دي هعمل بيها ماني بيتزا. وهتشوفوا دلوقتي انا تقسيمتي هتطلع ازاي والشكل النهائي بتاعها هيطلع ازاي. ده الشكل النهائي للصينيه الكبيره بعد ما خرجت من الفرن. حقيقه اثبتت نجاحي في البيتزا وطلع سواها مظبوط وطعمها وكانت تحفه. وده الشكل النهائي بتاعي للميني بيتزا، نفس اللي بنشتريها من بره بالظبط. فليه ما تجربيش تعمليها في البيت وبرضه هتطلع حلوه ونفس النتيجه. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو انتوا لسه جداد على القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتوصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايك والشير، وتشاركوني رايكم.